السلام عليكم ورحمة الله. إيقاف رونالدو لمدة طويلة. هكذا كان تعليق روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي أن البطاقة الحمراء التي نالها كريستيانو رونالدو ضد إيرلندا يوم الخميس برسم تصفية كأس العالم لم تكن مستحقة. طرد رونالدو في الدقيقة 61 حين كان منتخب بلاده منهزما ب2-0 بعد ضربه أحد للاعبي المنتخب الخصم دون الكرة، وهو قد تعرض للإيقاف ل3 مباريات حسب ما أكدته تقارير إعلامية. في حال فرضت هذه العقوبة فإن البالغ من العمر كريستيانو رونالدو سيغيب عن أول مباراتين في كأس العالم في حال تأهل المنتخب البرتغالي. وقال مارتينيز يوم أمس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ضد أرمينيا: ردة فعل كريستيانو كانت نتيجة استفزاز مستمر بدأ في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء واستمر قبل بداية المباراة. لم يتم تصرف عنيف ولا يستحق بطاقة حمراء. نحن بحاجة إلى استعداد جيدا. هذه القضية فرضت عقوبة طويلة سيكون ظلما كبيرا على كريستيانو. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرتغالي سيستقبل اليوم 16 نوفمبر 2025 منتخب أرمينيا في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت غرينتش برسم الجولة الأخيرة من تصفيات. في حال الفوز سيتأهل رفقاء رونالدو إلى كأس العالم 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.